صباح الخير حبايب قلب ماما جولة الحلوين، يا رب تكونوا بخير وتكونوا سعداء وبخير وبصحة وعافية يا رب. وبحبك يا بيضة، بحبك يا سمرة. بحبك يا أبيض، بحبك يا أسمر. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحب، لو قلبي هنا برضو بحب. رغم ان انا متبهدله البهدله دي كلها، بس برضو بحبكم وفاكراكم. يا رب تكونوا فاكريني وبتدعولي. انا على طول بدخل المستشفى ما بيصحب عليا نفسي. انا النهارده حلوه الحمد لله. انا النهارده حلوه الحمد لله، احسن من الاول، في تحسن. الدكاتره بيخشوا يطمنوني الحمد لله. مش عايزه اوريكم شكلي وانا بعيط. اه. انا بقيت كويسه نشكر ربنا. بس لسه لما يجي بقى الدكتور بتاع الدم يقرر هيعمل معايا ايه. آه، لما اجيب لكم الصورة عشان ما تشوفوش شكلي وانا بعيط. النهارده يا حبايبي بقى ايه، انا في تحسن الحمد لله، نشكر ربنا على كل حال ومن اجل كل حال. واللي يجيبه ربنا كله كويس، وما بنعترضش على إرادة ربنا يا جماعة، ما بنعترضش خالص على إرادة ربنا. إيه، النهارده انا كويسة خالص الحمد لله. قالوا لي في تحسن يعني، بس لسه في حاجات عالية بيظبطوها. إيه، انا النهارده ليا رابع يوم او خامس يوم في المستشفى. ان شاء الله يطلعوني بكره ولا بعده باذن الله. وبيظبطوا بقى الدم، وبيظبطوا الكوليسترول، بيظبطوا السكر، بيظبطوا اللي عندي البوتاسيوم عالي قوي فوق النسبه فوق المعدل المطلوب، عندي المغنيسيوم فوق المعدل المطلوب. كل الحاجات دي عاليه فبيحاولوا يظبطوها. فعاملين لي زي هبوط وخمول كده فمانيش قادره. بس النهارده الحمد لله انا حاسه نفسي احلى شويه الحمد لله، انا بحس بنفسي. إيه، طبعا ده كله بفضل ربنا وبفضل دعواتكم ليا. ربنا ما يحرمني منكم يا رب ولا من دعواتكم. ومتشكرين على الناس اللي دخلت واتصلت بيا وسلمت عليا وطمنت عليا، انا كويسه خالص الحمد لله. نشكر ربنا على كل حال. النهارده الصبح بقى جابوا لي الفطار اهو، فطرت ما تقلقوش، اهم حاجه الفطار. اهم حاجه الاكل صح. جابوا لي الفطار وفطرت الحمد لله، وجابوا لي فنجان ده كان فيه قهوه. وجابوا لي بتاع ده شويه فاكهه اللي هي ما بتعليش السكر، اناناس، وجابوا لي حتتين يعني مكعبين صغيرين كده زي مكعبين السكر. و... وحاجه زي الكنتالوب كده عندهم، بتبقى زي الفاكهه كده، زي الشمام كده بس خضره، لونها اخضر، طعمها حلو برضو، بس دي ليه السكر برضو. طبعا لا رز ولا مكرونه ولا عيش، ممنوع من الرز والمكرونه والعيش. ممنوعه منعا نهائيا. لا رز ولا مكرونه ولا عيش. الرز امبارح او اول امبارح جابوا لي معلقه واحده، عارفين المعلقه اللي بتاكلي بيها، معلقه الغرف دي، معلقه يا دوبك. كلتها وحمدت ربنا. طبعا رز مش من المصري بتاعنا اللي فيه نشا، رز من الطويل، حبه الطويله دي اللي ما فيهاش نشا. بيجيبوا لي اكل معين انا عرفته، بروكلي، خضره، خضروات مشوحه كده في حبه صوص صغيرين كده، وتاكليهم من غير لا عيش ولا رز ولا مكرونه، ممنوع نهائي. دايما تدخل السيستر عندي تقول لي ممنوع رز مكرونه عيش، ممنوعين دول خالص نهائي. ولا ربع رغيف ولا خمس رغيف. بس طبعا النفس انتوا عارفين بقى البني ادم بقى. بس يا حبايب قلبي، وديني قاعده اهوت اما اشوف هيطلعوني امتى. هنا بصراحه دي تالت مستشفى اروحها هنا. انا لفيت على مستشفيات امريكا زي ما قلت لكم كلها، لفيت مستشفى مستشفى حفظوني. اه يعني. بس وربنا يسهل يا رب، ومكتبها على حد يا رب، ولا حد ينام النوم اللي انا نايماها دي خالص. انا كله ورا بعضه يا جماعه. انا مانيش عارفه، انا بقوم من حاجه اقع في حاجه، اقوم من حاجه اقع في حاجه. يعني الدنيا مشلفطه معايا على الاخر، معرفش ليه. يعني ما صدق ان انا اخف اقول الله انا خفيت، اروح موقوسه تاني. ما تعرفوش ده من ايه؟
انا عارفه في ناس راشقه عينها عندي، ما اعرفش، مش عايز، استغفر الله. انا ما بعتقدش في الحاجات دي، بس الايام اللي بتحصل لي دي والدربات اللي بتحصل لي دي اعتقدت في كل حاجه بصراحه. بصراحه يعني واحده تقف قدامك تقول لك الله انت جايبه مش عارفه ايه، يا بختك. تصبحي تاني يوم تلاقي نفسك في المستشفى. يبقى ده ايه بقى؟ ده ايه؟ الله انت هتركبي الطياره، يا بختك. تركبي الطيارة تلاقي صبعك بعيد عنك ضرب وايدك ضربت، كأن ايدك خلاص هتسوس او هتتعفن. يعني بالمنظر ده بصوا. بصوا صبعي لسه ما صحش لحد بقاله اكتر من شهر. شايفين؟ بصوا. يعني العين فلقت الحجر على رأي ما بيقولوا. والحسد موجود في القرآن والإنجيل موجود في كل حتة يا جماعة. وفي ناس يا حرام غصب عنهم، يعني في ناس أنا بحبهم. في ناس طيبين وكويسين جدا جدا بس عينهم وحشة، بس ده غصب عنهم يا جماعة، غصب عنهم. غصب عنهم. بتبص تلاقيه بيحسد وهو ما يعرفش ان هو بيحسد. يعني هو ما يعرفش، يعني غصب عنه. ربنا يا رب يزيح عن كل واحد حاجة وحشة عنده يا رب. إيه، بتلاقيه مش محتاج وعينه مليانة وعنده كل حاجة، وبسم الله ما شاء الله ربنا كرمه. بس عينه بتبص على اي حاجة. عينه بتبص على اي حاجة. لما عينه بتبص على اي حاجة خلاص الدنيا بتخرب. يعني عينه هو ما يعرفش، عيني ما يعرفش. مش عارفة، ما يعني دي حاجة من عند ربنا. وما بتجيش غير فيا انا. يعني فيا انا. الناس اللي انا اعرفهم كلها ناس زي العسل زي العسل. بس عينهم وحشة. انا عهدتها كذا مرة مع ناس عينها وحشة. وربنا يسترها معانا كلنا يا رب ويجملها بالستر. و... واشوفكم على خير يا رب. ادعوا لي. ان شاء الله اول ما اطلع من المستشفى هنا هعمل لكم بس باذن الله. لان أنا مش عارفه اعمل بس وانا هنا طبعا. إيه، اما بفتح شويه الممرضه داخله، شويه اللي الدكتور داخل، شويه مش عارفه اللي بتاعت اللي بتعمل الانشورنس داخله. فالدنيا هنا متخلفنه معايا خالص. رجاء دعواتكم ليا يا رب بالستر والصحه والعافيه والشفاء. انا هنا يعني رغم ان انا في المستشفى فيها كل حاجة. بس مشكلتي الوحيدة يا جماعة، مشكلتي الوحيدة العلاج عندنا هنا غالي جدا جدا جدا. فالانشورنس ما بيغطيش كل حاجة. عندنا تأمين بيغطي لنا كل الأدوية. بس في أدوية لأمراض معينة غالية جدا جدا جدا. ما بنعرفش نجيبها. ما بنقدرش نجيبها. الانشورنس ما بيغطيهاش. يعني انا عندي دواء ب 750 دولار، ودواء ب 950 دولار، ودواء ب 600 دولار. دول الانشورنس ما بيغطيهمش، دول بتوع الدم. فانا يا جماعه في ورطه جامده جدا جدا جدا. ادعوا لي ربنا يفك ازمتي ويفك ورطتي. ويوقف لي ولاد الحلال اللي يسهلوا لي امور الدواء ويسهلوا لي الدفع يا رب يا رب. قولوا يا رب. وربنا موجود. فانا لو ما جبتش الدواء ده بتنكس. يعني انا عشان ما جبتش الدواء الشهرين اللي عدوا دول جات لي النكسه اللي انا فيها دي. فدعواتكم يا رب، دعواتكم يا حبايب قلبي. انا عارفه انكم بتدعوا لي ومتاكده من دعواتكم ومتاكده من نقاوه قلبكم ونظافتكم ووصولكم لربنا ومعاملتكم مع ربنا ازاي. انا متاكده ان ربنا بيحبكم زي ما بيحبني كده. انا رغم اللي انا فيه ده كله بس بقول الحمد لله، نشكر ربنا على كل حال. يلا اشوفكم في فيديو تاني يا حبايب قلبي. ان شاء الله كل يوم بيوم كده هقول لكم حالتي عامله ايه لحد ما اطلع معايا ومع مع دعواتكم بقى. ما تنسونيش في الدعوات.